أولا السلام عليكم، أهلا وسهلا. مليار ونصف المليار مبروك للمنتخب المغربي، وديما مغرب إن شاء الله. ورغم الحاقدين والناس كاين اللي مشات كتصور في البحر في الظلمة باش تبين بأنه المغرب خايب، ومشاو جميع المحاولات. وديجا هاد الهضرة هادي والله إلا قلنا بأنه راه كاينين الناس اللي غادي يجيو لهاد المغرب هذا ما غيجوش يتفرجوا في كأس إفريقيا، ما غيجيوش على نية صافية. فالمهم تحية للأمن المغربي اللي واقف على قدم وساق لتأمين كأس إفريقيا ولضمان أمن وسلامة الجماهير الإفريقية من خبث وشي وحدين اللي جايين على أساس باش يديروا الفتنة. كما شفتوا واحد كيحرض في الجمهور مباشرة باش يقول لهم التيكيرا ما كيناش. فالمهم عيش المغرب وديما مغرب والصراحة ما عمركم غتلقاو شي حاجة على المغرب ففرعكم. وخلينا نخرجوا لكم ديريك وخلي من ديك خاوة ولا طاوة. فالمغرب زامتكم وغنبقاو زامتينكم باش ما بغيتو. كنهضر معكم بالرجولة، انا نهضر معكم مغربي كما قال الحسن الثاني الله يرحمه. غنهضر معاك بهضره زنقاويه. المغرب بزاف على امكم، فهمتي؟ المغرب بزاف على امكم. غنقول لكم وغنعاود نقول لكم، المغرب فرع امكم، فريع ومازال غيزيد يفرعكم كرويا سياسيا اقتصاديا بنيويا اللي بغيتو. ديما مغرب خلاكم. ولا غنقول لكم هي شتي من هنا في النسخ اللي مازال جايه في كاس افريقيا، فهادي صعاب على غيصعب على بزاف الدول اللي نظموا كاس افريقيا، لانه المغرب رفع عليكم الباره. الا بغيتوا تنظموا كاس افريقيا خصكم بزاف ديال الخدمه. فمن هنا لقدام غادي اي دوله بغات تنظم كاس افريقيا فراه خاصها بزاف ديال الخدمه، وخاصها تعطي للفراقي بحال اللي عطاهم المغرب. وصعيب باش شي دوله دابا تعطي 9 الملاعب وتعطي كل منتخب تعطيه بلاصه فين غيتريني، تيران في غيتريني. فصعيب على اي دوله. وبغيتكم كما بغيتكم اخوتي تسمعوا هاد السعودي هذا فتحيه ليه كبيره بزاف، والتحيه لاي واحد، لانه جميع صناع المحتوى من العالم كله دابا، من امريكا من داك كاينين في المغرب دابا. وبغيتكم تشوفوا هاد السعودي في التحيه ليه كبيره بزاف شنو كيقول على المغرب، ومن بعد غادي نجاوبوها. ليش كاس افريقيا في المغرب ناجح؟ وليش كل الشخصيات الكبيرة موجودة في المغرب؟ زيدان، عندك اليوم واصل عثمان ديمبلي، امبابي، شخصيات كبيرة. ليش تحس ان هذا كاس افريقيا اللي موجود في المغرب ما راح يتنظم نفسه في اي دولة افريقية ثانية؟ ليش وشنو السبب؟ ليش صناع المحتوى الكل حاليا موجود في المغرب؟ ليش الكل يبي المغرب؟ ليش الكل يعني ما في مغرب؟ صناع المحتوى حق الرياضة، حق أي شيء، أي صانع محتوى حاليا في العالم، أجنبي عربي خليجي أي شيء، هو يكون هندي، حاليا موجود في المغرب. شنو السبب؟ شفنا كؤوس افريقيا باقي ما سمعتوا اخوتي. هذا تحيتي لي كبيره بزاف، وكاينين منهم بزاف صناع محتوى في هذا واقيلا على ما اظن سعودي كيف ما كتشوفوا. فالصراحه انا غادي نجاوبوا هذا خويا السعودي، وتحيتي لي كبيره بزاف، لانه ماشي كيشكر المغرب، وانما كيقول داك الشيء اللي كاين، ديك الحقيقه اللي كاينه. فعلاش المغرب ناجح في التنظيم كاس افريقيا، ونجح من قبل في التنظيم تظاهرات بحال كاس العالم ديال الانديه، وبزاف تظاهرات دازوا في المغرب هنا وكانوا ناجحين. والمغرب ماشي غير كينجح التظاهرات غير في المغرب فقط، بل المغرب كينجح التظاهرات ونجحهم في بزاف الدول، كما كانت في روسيا. الشغف ديال الباقيين كيهضروا رواسل دابا كيحبوا المغرب بسبب الجمهور المغربي اللي كان في 2018 في كاس العالم. وكذلك نفس في قطر، وكذلك في الشان، وفيما مشى الجمهور المغربي معروف عالميا في فرنسا في الاولمبيات فيما مشى. فالجمهور المغربي معروف لانه احنا ماشي غير كننظموا كاس افريقيا وصافي، لانه احنا تاريخ وحضاره، وحنا المغاربه ما مناش جوج، واحد الشعب اللي ظريف وطيب. وهادشي راه كما شافوا الافارقه كاملين وكما شافوا العالم كله منبهر بجمال المغرب. وكما شفتوا بلا ما هذا الشيء ما غنحتاج نقولوا لكم، فالناس كتشوف بعينها. فموتوا بالحقد ديالكم، ديما مغرب والمغرب زامت امكم.
وان شاء الله الكوب ديال المغرب من الرغم من الحاقدين، وديما مغرب. ونعاود نقول لكم فالمغرب زامت امكم وغيبقى زامتكم ديما، وما عمركم غتوصلوا للمغرب طيروا ولا تنزلوا. تحياتي لكم من القلب. علاش اخوتي كنهضر معصب هكا شويه؟ لانه كتشوف اصاحبي واحد بزاف ديال الهضره باغيين كيقلبوا على شي لعيبه باش يشدوا بها المغرب، باش يهضروا على المغرب بشي حاجه خايبه. فما كايناش هاد اللعيبه هادي اللي غادي تشدوها نتوما. كل شيء على اتم استعداد، وكل شيء جاهز، وكل شيء النظام. ياك ما كتصعبونا نتوما مازال عايشين في عصر الجاهليه كما مشينا عندكم. وغنخلي لكم هاد الصوره ديال هاد البوليسي هذا مع هاد السيد اللي مع هاد من الجمهور الجزائري. وتحياتي لخوتي الجزائريين اللي كاينين هنا، وراه نتوما كتشوفوهم كيفاش كيشكروا المغرب، كتشوفوا الجزائريين كيفاش استقبلوا المغاربه. وكاينين حاليا جزائريين كيعيشوا في بيوت مغربيه. واخا خصني كنقول للمغاربه خوتي حظيو مع راه كاينين شي وحدين، كاينين جزائريين طيبين، ولكن كاينين شي وحدين ما خصيش يدار معهم الخير هنا في المغرب. يمشي ياخذ الوطايل اخويا، ما نبيتوش عندي في الدار، يمشي ياخذ الوطايل ويمشي يخلص التيكي ديالو. وراه كاينين بزاف ديال الصوار شي وحدين اللي جاو للمغرب كيصعب لهم رخيص، كيبيعوا حوايجهم هنا في الرشاد. فالتحياتي لكم من القلب، وديما مغرب.